السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وعدد الذاكرين والذاكرات والذرة والرمال. صباح الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس حبيباتي متابعاتي الغاليات، ان شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة. جيتكم حبيباتي بروتين خفيف ظريف ماشي طويل ياسر. هنا البنات نبداو على بركة الله. نتمنى منكم متابعة جيم وبارطاج للفيديو. اول حاجه البنات، بعد ما نضت وضيت وصليت من بعد قلت ندير انطواج دو بو لوجهي. استعملت عادي نطواج دو بو منظف البشره، من بعد نقيت وجهها من هذاك الشعر الرقيق. من بعد درت غسول، من بعد درت الماسك تاع الحلزون. ايوم بعد قلت نقي لافابو تاعي. انا نحب كي ندير انطواياج ولا نغسل ولا اي حاجه، نحب ننظف اللافابو تاعي. نظفتها فحفحتها ومن بعد رحت حضرت الفطور. هنا البنات حضرت فطور جزائري تونسي. هنا درت كاس قهوه، مع انه الطبيب والله يا البنات منع عليا القهوه. نتمنى انكم تدعوا لي دعوه من القلب. درت قرعه تاع ياغورت وباط تاع جي، ودرت شي خبز وشي فرماج. هذا ما كان، مع اني زبده ما كليتش والياغورت الاخر ما كليتوش، حطيته هكا كديكور فقط. هنا البنات رحت بعد ما فطرت وكملت قلت نروح نغسل الماعن. عندي شويه معن تاع الفطور وعندي شويه معن هكذا قعدوا لي صراحه من البارح، خاطر كنت مريضه شويه وكنت تعبه. قلت خليهم ما همش ياسر، من بعد الصباح ان شاء الله نغسلهم. وإحنا كم تعرفوا البنات المرأة الجزائرية معروفة، يعني أي امرأة هي مش غير المرأة الجزائرية كي يقولها الطبيب ريحي ما ديري والو، هذاك وين يبانوا لها الشغالات ويبانوا لها الحاجات اللي لازمتها ديرهم. هنا حبيباتي يا غالياتي إن شاء الله تكونوا يعجبوكم لي فيديو. نتمنى أنكم تشاركوني تعليقاتكم وآرائكم، وأنا راني كما نقولوا كل أذان صاغية إليكم. يعني نحب نشوف تعليقاتكم، نحب تعطوني آرائكم. اسكو عجبوكم الروتينات؟ اسكو نكمل في المشوار هذا تاع الروتينات؟ اسكو نعاود نرجع ندير غير وصفات وحدها؟ يعني خلوا لي آرائكم اذا كنتم صح مهتمين بالمحتوى تاعي. هذا ما كان حبيباتي. هنا غسلت الماعن تاعي كامل عادي نورمال كأي مرأة تغسل الماعن تاعها. ومن بعد البنات قلت نروح هكذا كي بعد ما كملت الماعن قاعده بيني وبين روحي قلت انا علاش ما نديرش نغسل الزرابي. عندي واحده طبيات خفاف تاع بيت النوم وعندي زوج زرابه كبار. انا قلت لا نبدا الساعه بالطبيات نغسلهم، عندي مع شويه قش خفيف. كي نكمل نغسلهم بعد نغسل هذو الطبيات يعني الزرابه الكبار، مع انهم مش كبار هذوك الزرابه الخفاف. ان شاء الله كي نغسلهم راح نشاركهم معاكم. هنا البنات رحت كملت لما انا مسحت البوطاجي تاعي رجلت كل شيء. من بعد رحت جبت الطابيه تاعي وبديت نغسل فيهم كامل. وهنا البنات كملت غسلت هذوك طابيات تاع بيت النوم، بعد قعدوا لي تاع الكوجينه. هيا رحت كملت غسلتهم ومن بعد كملت الدنيا كامل، نشرت كل شيء البنات. ومن بعد سيقت الدنيا هذيك وين غسلت، يعني كلش غسلت طابيات تاع بيت النوم كامل غسلتهم تهنيت منهم. وقعدوا لي غير الزرابه ان شاء الله قلت نغسلها. من بعد طيبت الغداء وتغدينا كالعاده والعوايد. من بعد هنا مع الزوج ساعتين هكذا قلت والله علاش ما ندير شويه مسمن، يعني نوعا ما يشبه المسمن بكل صراحه. هنا شوفوا البنات عادي وصفه المسمن درت شويه تاع الدقيق الرطب، وكاين اللي يسميه الفينو، ودرت معاه شويه تاع السميد العادي، درت لهم شويه تاع السكر وطميتهم بالماء عادي كسره نورمال. من بعد البنات عفوا بديت ندلك فيها بشويه، ادلكتها مليح 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 خيتكم كل حراير هذوك الفحلات. ادلك 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 مليح، عطيتها يعني حقها في الدليك. ومن بعد غطيتها خليتها تريح. لكن نتوما من الاحسن انكم تديروها في ساشي، تخلوها تريح في ساشي خير وخير في بلاصه سخونه. من بعد تلوزوها وتبداو تطيبوا في المسمن تاعكم. هنا راح نكمل نعجنها كامل البنات ونلوزها ونرجعوا مع بعضنا كي نكونوا نطيبوا فيها فرجه ممتعه.
إحنا البنات بديت بعد ما دلكت العجينة تاعي مليح وخليتها ريحت بالبيان، من بعد البنات رُحت لوّزتها لوزات هكذا شوية كبار. أنا ما عنديش طاوة البنات، يعني ما تستغربوش كي تشوفوني نطيب فيهم في المقلة تاع الكراب، أما هُما يجوا عادي خاطرش راهم مسمن صغير يعني مربى. من بعد البنات بعد ما لوّزتهم كامل خليتهم شوية يريحوا هكا غير حاجة خفيفة برك ما صورتش معاكم. من بعد جبت الزيت فتحت العجينة تاعي عادي فوق الرخامة، الرخامة تاعكم تكون نظيفة. ومن بعد رشيت شوية تاع الزيت ورشيت شوية تاع الفرينة، الفرينة هاذيك باش تعطيهم هذاك التوريق ويجوا شوية منفخين، يعني هو المسمن كيما نقولوا ما يجيش كيما هكذا. مي أنا سخفت عليه بكل صراحة، وكم تعرفوا الإنسان كي يكون في الغربة يسخف على حاجة البلاد، المهم يديرها وصاي. أنا درتها بالشي اللي عندي، ومع زيد عيانة ومريضة وتاعبة قلت خلي نديرها كيما جات تجي وصاي. هنا لوزت كامل الخبزات تاوعي وقرصتهم كامل درتهم بالطريقة هذه. بعد ما درتهم كيما هكذا بالزيت والفرينة، وكاين اللي يدير البنات الخميرة تاع الكاطو. من بعد خليتهم كامل غطيتهم وخليتهم يريحوا. كي هما يريحوا البنات عفوا هما يريحوا. رحت أنا قلت نوجد ندير براد تاع تاي يعني ندير التاي على ما هما يريحوا. رحت هنا البنات جبت شوية تاع الماء بارد عادي، درت معها الزريعة. شوفوا البنات، خطيت الزريعة مع الماء يسخن، قبل يسخن الماء تغسل هذيك الزريعة نبزع الماء هذاك. من بعد نعاود له ماء واحد اخر جديد ونخليه يطيب على النار هادية. من بعد البنات حطيت المقلة تاعي هنا تاع الكراب ورشيت فيها شوية تاع الزيت وبديت نقرص. خدكم بدات تقرص يا خويا وريحة البلاد وريحة هذيك المسمن بدات تطلع والتاي تكتك من غادي. واش نحكيكم يا البنات جو، يعني الواحد مليح الانسان كي يدير هكذا جو الروح، ولا يدير يحب يقعد حتى مع روحه الا بغا راكي وحدك، لكن تحبي انكي تقعدي يعني هكا ديري قاعده هكذا مليحه. هنا بديت نطيب أنا خويتكم وحدة ورا وحدة، وحدة ورا وحدة، جاوني مسمنات يعني صراحةً ما شاء الله جاوني يهبلوا، شهيكم إن شاء الله في الجنة. أنا حبيت نشارك معاكم هكذا روتين خفيف باش ما نغيبش على القناة، خاطر شوفوا صدقوني أنا عاهدت نفسي قبل ما نعاهد متابعاتي، عاهدت نفسي بإذن الله تعالى إلى ربي إن شاء الله عطانا الصحة وعطانا طولة العمر ما عادش نغيب على قناتي أكثر من يومين 3. إلا إذا جاني ظرف كبير الله غالب، وراح نشارك معاكم كامل يومياتي روتيناتي، يعني كل شيء راح نشاركه معاكم بإذن الله تعالى. المهم حبيباتي هنا بديت نطيب فيهم كامل، هاني نطيب كيما راكم تشوفوا حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة. من بعد راح نوجد الصينية الله الله البريق تاع التاي عربي. شوفوا البنات درت لكم قاعدة عربي كما يقولوا التوانسة، هنا يقولوا لي قاعدة عروبي. درت بريق تاع التاي لا ما عن بريستيج لا حتى شي، درت البريق تاع التاي، درت خبزات المسمن، حطيت كيسان التاي وديك هي شربتهم. درت بيهم قهوتي تاع العصر. انا طبيب كما قلت لكم منع عليا القهوه، ما لا حبيت نعوضها بالتاي مع انه حتى التاي منعوا عليا. اهنا البنات واش درت حطيت شويه تاع الرب دبس التمر وشويه تاع المعجون والمسمن تاعي وبريق التاي. واش نحكي لكم شكشكت الجو تاعي وقعدت شربت كاس تاي الله الله وشربت اموريتي، وهذا ما كان وصحه وبالشفاء ليا وليكم. هذا البنات كان الروتين تاعنا خفيف ظريف هكذا، ما حبيش نطول في الروتين. هذا ما كان كليت وشبعت الحمد لله يا ربي على خيرك وفضلك، ويا ربي ان شاء الله احفظها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. ان شاء الله يكون عجبكم روتين نهار اليوم. دمتم حبيباتي وفيات، والسلام عليكم.